السلام عليكم متابعينا الكرام، ندعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نقدم لكم عبر موقع الحقيقة سبور خدمة النقل المباشر، حيث تقام اليوم 2 أغسطس 2023 مباراة قوية في كأس الملك سلمان للأندية العربية تجمع بين فريقي السد القطري وأهلي طرابلس، وذلك على ملعب كرة العرب. هذه المباراة تحظى بأهمية كبيرة، حيث أن كل فريق يسعى لتحقيق النجاح في هذه البطولة. وتنطلق المباراة بين السد القطري وأهلي طرابلس في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، وستكون هنالك تغطية حية ومباشرة للمباراة على قناة السعودية الرياضية 1 HD. كذلك سيتم التعليق على اللقاء من قبل المعلق عيسى الحربين. بإمكانكم متابعينا الكرام عبر الإنترنت متابعة أيضا اللقاء، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة على موقع الحقيقة سبور بجودة HD. وتأتي المباراة ضمن منافسة قوية في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهي فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصارات والتأهل إلى المرحلة المتقدمة من البطولة. وستكون المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، والتوقعات تشير إلى أنها ستكون مباراة مثيرة للغاية. ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة تقربهم من التأهل إلى الدور التالي من البطولة. يعتبر السد القطري أحد أكبر وأقوى الأندية في قطر والمنطقة، ولديه تاريخ حافل بالانتصارات والبطولات، بينما يمثل أهلي طرابلس فريق ليبي شهير ويتميز بجماهير واسعة في ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا. وتتوقع الجماهير مباراة قوية ومثيرة جدا، حيث سيقدم كل فريق كل ما لديه لتحقيق الفوز. ويعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لعشاق كرة القدم لمشاهدة اللاعبين المميزين والتمتع بالمهارات الكروية العالية. تحظى مباريات كأس الملك سلمان للأندية بجاذبية كبيرة وشهرة عريضة في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث يوجد اهتمام كبير من قبل الجماهير لهذه المباراة، وبالنظر إلى قوة الفريقين هذه المواجهة من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والتشويق. في الختام ستظل مباراة السد القطري وأهلي طرابلس في الذاكرة، سواء بسبب جمال اللعب أو بفعل النتائج التي ستحسم مصير الفرق في هذه البطولة المميزة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.